السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا خوتي في هذا الفيديو الجديد ديال المنتخب الوطني المغربي ولقاء تنزانيا اللي هو واحد اللقاء جد قوي بطبيعة الحال من جانب المنتخب الوطني المغربي ولا من جانب المنتخب التنزاني بطبيعة الحال لقاء كبير بين المنتخب الوطني المغربي. تعرفوا على التشكيلة في مركزين للمنتخب الوطني الأقرب بطبيعة الحال، الأقرب لي والأفضل بطبيعة الحال كنشوفو أنا بالنسبة لي غنتكلموا كاين بزاف ديال التشكيلات، ولكن هذه من ضمنهم بطبيعة الحال. باش إلا قدم شي تشكيلة أخرى ماشي تقولوا لا هذا كيقدم جوج تشكيلات، لا كاين بزاف ديال التشكيلات ممكن حتى هذه تكون أقوى بطبيعة الحال. جوج مراكز، خط الدفاع وخط وسط الميدان ديال المنتخب الوطني المغربي، واحد التشكيلة اللي تقدر تكون نموذجية بطبيعة الحال ديال المنتخب الوطني المغربي، لا في خط الدفاع ولا في خط وسط الميدان. نبداو بخط الدفاع. غانم سايس لاعب الشباب السعودي 33 عام، قيمة كبيرة كيعطيها المنتخب الوطني، وهو عميد المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. لاعب كبير، لاعب صراحة اللي كيلعب في البطولة السعودية الآن، وعنده تكوين فرنسي وسبق له يلعب في إنجلترا وفرنسا في أوروبا وفي تركيا كذلك وفي آسيا، لعب في قطر والآن في السعودية. غانم سايس من اليوم اللاعبين الجيدين. حداه ممكن نجبرو جواد لياميق لاعب فريق الوحدة السعودي، حتى هو بعد البطولة الإسبانية مشى للسعودية، وسبق له يلعب في خريبكا والرجاء هنايا بطبيعة الحال. جواد لياميق اللي عنده من 30 حتى 31 عام، لاعب اللي صراحة بان على مؤهلات كبيرة في المونديال القطري، واخا كان لاعب بديل بين له إمكانيات كبيرة وكبيرة بزاف صراحة. باش نهضروا منطقيا، جواد لياميق لعب بواحد الطريقة اللي هي ذكية وذكية بزاف، لاعب صراحة قيمة كبيرة. الظهير الأيمن أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من اللاعبين الممتازين داخل المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير، لاعب صراحة في المستوى الكبير اللي هو أشرف حكيمي من خيرة اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي، لاعب قوي من أفضل اللاعبين اللي في النخبة الوطنية وداخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحة قيمة كبيرة كيعطيها المنتخب الوطني. الظهير الأيسر يحيى عطية الله لاعب فريق الوداد البيضاوي، من اللاعبين الكبار ديال المنتخب الوطني وديال فريق الوداد، ومن الركائز ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحة كيعطي قيمة كبيرة للنخبة الوطنية وداخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحة في المستوى الكبير اللي هو يحيى عطية الله. الآن غنمشيو لخط وسط الميدان بطبيعة الحال. بعد خط الدفاع بداو بسفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بتكوين هولندي، خيرة اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحة ممكن يعطي حلول كبيرة للمنتخب الوطني المغربي. الآن حنا شفنا المدرب ديال مانشستر لعبوا كظهير أيسر، وكذلك الآن كيلعبوا كوسط ميدان، إذا كيلعبوا في المركز ديالو بطبيعة الحال. حدا بطبيعة الحال سفيان أمرابط ممكن نجبرو عز الدين أناحي 23 عام، لاعب أولمبيك مارسيليا بطبيعة الحال، من اللاعبين الجيدين داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحة قيمة كبيرة ممكن يعطيها المنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحة اللي هو عز الدين أناحي لاعب كبير صراحة. النحلة بطبيعة الحال، لاعب نحلة ماشي هادي لقب، ولكن بحال النحلة زعما كنشبهو بالسرعة بطبيعة الحال، وصافي مشي كنلقبو. بلال خنوس لاعب البطولة البلجيكية 19 عام، صراحة كيبان على أداء جد كبير في المنتخب الوطني الأول، واخا ما بانش بمستوى كبير مع المنتخب الأولمبي في كأس إفريقيا قل من 23 عام، ديك الملحمة الكبيرة اللي عملها المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال الأولمبي، ملحمة جد كبيرة اللي عملها، ولكن واخا ما بانش واحد المستوى اللي هو كبير صراحة اللي هو بلال خنوس، ولكن كيبقى عنده واحد الاسم رنان بطبيعة الحال في المنتخب الوطني الأول، لاعب صراحة كبير، لاعب في المستوى الكبير اللي هو اللاعب بلال خنوس، من اللاعبين اللي كيعطيو ثقة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحة 19 سنة فقط، وممكن يعطيك حلول كبيرة بطبيعة الحال في خط وسط الميدان ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب قوي، لاعب صراحة اللي كيلعب في البطولة البلجيكية، كنظن شحال ما بقى يخرج من ديك البطولة ديال بلجيكا. هادشي اللي كاين.